أسرار الزهريين الجزء 11 الأطفال الزهريين وأسرارهم وعلاماتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب العمامة السوداء وعلى سر أبيها فاطمة الزهراء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا بالتواصل معكم من جديد في مواضيع الزهريين بعد انقطاع دام طويلا، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الزهريين. نتكلم اليوم عن الزهري من يوم ولادته إلى أن يبلغ أشده، فتابعوا باهتمام، فالموضوع فيه أسرار عميقة لمن كان له فكر وعقل وبعد في النظر. الطفل الزهري قبل أن يولد يكون له اسمه في عالم الغيب، وأهل الله يرونه ويعلمون بقدومه، وممكن أن يخبروك باسمه قبل أن يولد. فالطفل الزهري يكون أبوه أصلا زهري أو أمه زهرية أو هما معا زهريان. الحاجة الوحيدة اللي لازم أوصي كل أب وأم يعرفان أن لهما ابنة أو ابن زهري، لا تجعله يغضب منك، وإن كان في نفسه شيء فاشتريه له، واحذر حذرا كليا من أن تضربه حتى وإن كان مشاغب، لأن طاقة الطفل الزهري عاكسة حتى للأب أو الأم. إن كنت أحد أفراد عائلة الطفل الزهري وأحبك هذا الطفل، يتدفق عليك الخير وتفتح لك أبوابه، لأن طاقته عاكسة كما أسلفت، فيفتح لك بفرحه أبواب موصدة. أما إن حقد عليك هذا الطفل أو هذه الطفلة الزهرية وأنت أحد أفراد عائلته، عكس ذلك الحقد، تغلق معه أبواب خير وتفتح معه أبواب أذى ونحس شديد. الطفل الزهري عند ولادته في عائلة ما، سواء كان ذكر أو أنثى، فهو يوم سعد بالنسبة لهم، ومن الأفضل أن تكون ختانته يوم 40 من ولادته. قد يعاني الطفل الزهري الملكي أو مريض الصالحين من تحول عينه اليسرى بعد أن يستيقظ من النوم، وبعد دقائق ترجع عادية وكأن شيئا لم يكن. الطفل الزهري يحب الحامض والمالح، وقد يكون غضوبا أثناء الصغر، ولكن مملوء بالعطف والمحبة خصوصا لإخوانه. قد يلاحظ أب الزهري أو الزهرية أنه أثناء لعبه لوحده وكأن هناك من يلعب معه، شيء عادي ولا خوف منه، فطاقته النورانية تلف به وهو يراها مثل ألوان، يفرح بها ولا يفهمها. المهم أنه يجب على عائلة الطفل الزهري الاحتراس من بعض ضعاف النفوس والمجانين الذين يعتقدون أنهم يبحثون عن الكنوز، ويوحي لهم إبليس أنهم بحاجة لدم زهري أو غيره. هؤلاء إن لاحظ أب أو أم الزهري شيء مريب وتقرب شخص قريب أو غريب من ابنهم الزهري بدون سبب، يبلغون السلطات المختصة أن ابنهم في خطر، لأن هؤلاء مجانين أصلا، والشيطان متلبس بعقولهم. وأكرر أن الزهري ودم الزهري بريء من الكنوز والدفائن، وأن الكنوز والدفائن لا علاقة لها لا بزهري ولا بغيره، وإنما هي باب وعالم آخر، ولها علاقة بطاقة المنقب وعقله وروحانيته ومدى قوة كشفه، وهذا باب آخر سندخل في شرحه في يوم آخر إن شاء الله. أهم شيء أنصح به الآباء والأمهات الذين يعلمون أن لهم ابن أو ابنة زهرية، والذين يأخذونهم عند أهل المنادل والاستنزالات، يستنزلون في يده أو في يدها. ولكي تتضح الصورة، المندل هو كأس به ماء وحبر يضعه المعزم في يد الطفل الزهري أو الزهرية، ويبدأ في قراءة أسماء أو دعوات إلى أن تفتح في ذلك الماء شاشة، ويصير المعزم يسأل والطفل يجيب بناء على ما يرى ويسمع في تلك الشاشة. مع الأسف فيه آباء وأمهات يأخذون أبنائهم لهؤلاء عن جهل، وبالتالي يفتح هذا المعزم بجهله أيضا باب بين هذا الطفل الزهري الصغير وبين أرواح من الجن، وأغلبهم يكونون من أبناء طارش ملك العمار، والعمار هم الجن الساكن في مكان ما من الأرض، فلا يخلو بيت من عمار ولا خراب ولا مهجور أو قصر أو كهف
ولا واد إلا كان به عمار، وفيهما الصالح والمفسد مثل البشر تماما. أو يفتح له باب مع مملكات الجن السبعة، وبالتالي يتأثر الطفل الزهري بهذه الأمور ليس في الصغر ولكن عندما يدخل البلوغ، فيصير متبوع من الجن السفلي برؤيتهم وأعلامهم براياتهم وأعلامهم وصورهم، ويصيبون روحانيته بقوة ويقترنون بروحه بقوة، فيكون هذا الجن يحقق ما يريد عن طريق هذا الإنسي الزهري. وربما تضرب روحه أنواع ثانية من الجن، وهم الجن الحارس على الكنوز والدفائن إذا كان المعزم يسأل عن هذه الأمور. فهنا هذا الطفل تعرض للظلم من طرف والديه ومن طرف هذا المعزم، وهذا قد يكون بسبب الجهل والحمق. فهذا الطفل أو الطفلة اللي كان يتم استغلاله في المنادل والاستنزالات تقترن روحه ويشفط دمه عند نزول القمر ابتداء من 25 من الشهر العربي إلى 28 منه، يعني آخر 3 أيام من كل شهر عربي، أي عند نزول القمر في آخر المحاق. وهذا يؤثر تأثير شديد على هذا الطفل الزهري حينما يكبر، فيمكن بنسبة 90% أن يصاب بالمس واللمس، هو أن يتكلم أن يصاب بالمس، والمس هو أن يتكلم الجني أو الروح السفلية على لسان المريض دون أن يصرعه، ويبقى المريض في حالة ذهنية ويسمع الحديث ويعرف ما يجري دون أن يستطيع التدخل، وهذا يسمى لمس من الأرواح السفلية وليس تلبس. فنستطيع أن نقول هو اقتران بحضور العقل. والتلبس هو صرع كامل تكون فيه غيبوبة كاملة للعقل، ولا يدري المريض ماذا يجري، لأن العقل لا يكون حاضرا، لأن الروح المتلبسة تحجب حضوره، ويصاب المريض ساعتها بحركات، وممكن انتفاخ في منطقة الصدغين أو انتفاخ في الوجه بشكل شديد أو البطن أو تشنج قوي جدا، لأن الروح الحاضرة تلبست بشكل كامل بالجسد. علما أن هؤلاء الزهريين قد يصابون بأمراض عضوية مختلفة جدا، أقلها فقر الدم وأمراض القلب والقولون العصبي والظهر، وتكون لديهم عصبية زائدة، ولكن إن كان يستمد من مرشد له علاقة بأرض الصالحين أو زهري مريد صالحين، لأنهم جميعا يعرفون أرض الصالحين، سيكون في أحسن حال. بخصوص الزهريين والزهريات اللي كان يتم استغلالهم في الاستنزالات والمنادل في الصغر، أو كان يتم استغلالهم وهم في بطون أمهاتهم وهم لم يخرجوا للدنيا بعد، فعلاجهم في 3 أمور يجب المواظبة عليها: المحافظة على الصلاة والوضوء، قراءة سورة نوح مرة واحدة وراء كل صلاة، قراءة سورة الفاتحة 49 مرة ما بين الشفع والوتر. تابع هذا البرنامج لمدة 40 يوم ولا تستعمل بخورات مطلقا. بخصوص الزهريين اللي عندهم عوارض شديدة ويحس بنفسه إنه مربوط، إن قام بشيء تعكس، وإن فكر في القيام بشيء يتعكس، وإن اشترى شيء جديد خسر في يده، وكل شيء لمسه أو فكر فيه يجلب فيه عوارض وموانع شديدة، فهذا عنده ربط من الديابجة أو أبناء الملك ديباج ملك القرائن، وقرينه يكون أصلا مسحور من الجن أنفسهم. فعندما يسحر القرين فهذا لا علاقة له بالسحر الذي يسحر الإنسان مباشرة، فالجن اللي تسحر للجن يسمى هذا النوع من السحر السحر النجمي أو السحر الكوكبي. وغالبا ستجد فقهاء من أهل الكشف يقول لك إنك مسحور وسحرك لا يوجد فوق الأرض. لا تستغرب، فهذا ما ظهر له في كشفه، ولكن لست أنت شخصيا المسحور، ولكن قرينك تم سحره، وطاقة سحره لا توجد فوق الأرض، ولكنها قد تكون في أبعاد أخرى متجاورة. ولكن القرين يلتصق بصاحبه ويصير مستحوذ عليه، ويسبب له عصبية فوق زائدة على اللزوم، ويسبب له ما ذكرنا من عراقل روحية وموانع وعكوسات. فهذا حتى لو أعطيته جدول مخمس مصنوع من الذهب للقبول لن يكون له قبول، ولو قرأ وقام بكل ما يجلب محبة الناس له والقبول له لن يكون هذا له، لأنه يعاني من استحواذ القرين،
وكلما زادت السنوات زاد الاستحواذ وتقوى، وقد يتعايش المريض مع الأمر ويرضى بالعيشة اللي هو عايشها، ويترك القرين والديابجة ينهشوه، ويفضل مثل الغزال اللي استسلم للضباع لكي يفترسوه، رغم أنه يستطيع أن يجري وينقذ نفسه منهم. فأول شيء يجب على المريض حسن التوكل على الله في هذه الحالة. فالأسد في الغابة قد يتبع الغزال ليصطادها، وداخله يقول اللهم وفقني لأصطادها، والغزالة تفر من الأسد، ومن خوفها تقول اللهم وفقني لأفر منه. الكل يدعو الله سواء الصياد أو الفريسة، وتتحقق المعادلة التي يستمر بها الكون. فقلت لا يجب على الزهري اللي مستحوذ عليه قرينه الاستسلام، وبخطوات بسيطة سيتم إزالة هذه الطاقة عن قرينك، لأنه ليس سحر مادي ولكن سحر روحي، ولكنه يؤثر في قرينك بقوة شديدة، وبالتالي كلما زاد تأثر قرينك انعكس الأمر عليك، وأحسست بالتعب في أكتافك وركبتيك، خصوصا اليسرى، والمعدة والقولون والرأس، وزغللة في العينين، وضيق في التنفس، وكنت عصبي متوتر، ولديك أصناف مصنفة من العوارض والموانع الروحية. هذا النوع من السحر لا يحتاج لا بخور ولا عزائم لفكه وحله، ولكن قم بخطوات بسيطة لمدة 11 يوم فتتحرر، ويتحرر قرينك ويعود إلى مكانه. وبعد ذلك حصن نفسك بالصلاة والدعاء والتقرب إلى الله. فإن كان هذا ثقيل عليك، لأني أعلم جيدا أن المصاب بهذا العارض تصبح الصلاة والذكر وأذكار الصباح والمساء ثقيلة عليه، وصعب عليها الالتزام بها. فبناء عليه ابدأ بالتحصين بالقراءة صباحا ومساء من أول سورة الملك إلى قوله تعالى حسير، وكررها 11 مرة صباحا ومساء بعد صلاة المغرب، فإنها تحصين قوي جدا من العوارض والموانع. وسنشرح كل هذه الأمور في المواضيع المقبلة، ونزيد في التوسع والشرح حتى ترتوي المعرفة لدى جميع عائلتنا الكبيرة في الدائرة الروحانية. وأخيرا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وملتقانا في مواضيع قادمة إن شاء الله.